انا طالع مخصوص في الفيديو ده عشان اشكر كل الناس وكل حد بعت لي رسالة واطمن عليا وقال لي كلمة حلوة ودعا لي دعوة حلوة. حسستوني فعلا ان احنا اهل، وحسستوني ان احنا غاليين عندكم وان انتوا بتحبونا قد ايه. الناس بتبان في المواقف الصعبة اللي زي كده. اولا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، هتكلم معاكم في شوية تفاصيل كده صغيرة حصلت لي، وانا راضي بقضاء ربنا طبعا. الحمد لله الحمد لله على اي حاجة ربنا يجيبها. وفرحتوني جدا بصراحة برسائلكم، ويمكن الفيديو ده أنا عامله شكر لكل الناس اللي بعتت لي رسالة حلوة ودعت لي دعوة حلوة من قلبها. وصدقوني انتوا زي ما بتحبونا وبتقدرونا كده، احنا في قلوبنا ليكم كل الحب والتقدير ده. النقطة التانية بقى اللي أنا كنت عايز أتكلم فيها، في ناس كتيرة بعتت لي، أنا عارف إن ده من الخوف علينا، إن انتوا مثلا اتحسدتوا بسبب الفوتو سيشن والفيديوهات اللي انتوا عمالين تنزلوها في آخر فترة علشان عيد جوازنا وكده كنا بنحتفل بيه. ايا كان اللي بيحصل لنا في حياتنا، سواء انت حد معروف حد مش معروف، يعني ايا كان انت وضعك ايه، كله بقضاء الله وقدره. مفيش حاجة هتحصل لبني آدم إلا لما ربنا يكون كاتبها ومقدرها ليه من وهو قبل ما يتولد. يعني أنا من قبل ما اتولد وأنا ربنا مقدر لي إن أنا هقع الوقعة دي وهتكسر بالطريقة دي وهقعد الوقت ده في البيت والكلام ده كله. فخلينا كلنا متفقين على الحاجة دي. دي نقطة. النقطة التانية، ماشي، ما أنت معرض حياتك للسوشيال ميديا وأنت بتنزل حاجات والناس ممكن تبص وواحد بيحبه وألف بيكره والكلام ده كله. أنا معاك، صح جدا، وكل اللي انت بتقول عليه صح، بس الكلام ده كله انت بتاخد بالاسباب وبتتوكل على الله في اي خطوة وفي اي حاجة بتعملها. لو احنا فكرنا بالمنطق ده، في حاجات كتيرة جدا في حياتنا هنخبيها، شبه ان احنا هنعيش منعزلين عن الناس. فخلينا نقفل النقطة دي ونخش على الجزئية الاهم واللي انا طالع اتكلم فيها بالاكتر كمان. يعني انا الحمد لله الحمد لله ولله الحمد، من اول ما حصلت لي الوقعة دي وحسيت ان انا رجليا فيها حاجه مش مظبوطه وقلت هروح ان انا اعمل اشاعه، انا رايح بدعي من جوايا ان يا رب ما تكونش كسر وما يا رب ما يكونش جبس ولا الكلام ده كله، علشان اقدر اكمل الالتزامات اللي ورايا، لان عندي شغل الاساسي في شركه المقاولات، وعندي شغل السوشيال ميديا، وعندي تصوير، وعندي حاجات جايه في الفتره اللي جايه دي كتيره جدا. فكنت بدعي ربنا وانا رايح يا رب ما يكونش كسر علشان اقدر اكمل واقدر اشوف الحاجات اللي ورايا اللي انا عايز اعملها. فيشاء ربنا طبعا، وده قضاء الله وقدر وانا راضي بيه، ان الدكتور اول ما عملت الاشاعه يوريني العقله. يعني انا صباعي الكبير هو اللي اتكسر. العقله اللي في النص مكسوره 3 حتت، يعني 3 اماكن مكسورين في العقله. فالدكتور قال لي بص احمد ربنا ان الكسر ده جالك في منطقه واحده، وان الكسر ما اتحركش من مكانه خالص. يعني عارفين ايه، اكنكم جبتوا مكعبات كده وحطيتوها جنب بعض. فقال لي لان لو الكسر ده كان اتحرك من مكانه انت كنت هتحتاج عملية وهتبقى الموضوع والقصة كبيرة جدا. من قبل ما انا اعرف كده ومن قبل ما اعرف اي حاجة، انا خلاص داخل على الدكتور انا حاسس ان رجليا مكسورة، لاني ما كنتش قادر احرك صباعي نهائي ولا رجلي خالص. والله 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 حاجة كده إلهية من عند ربنا ألهمتني، عارف إيه، الرضا من جوايا، زرعت الرضا جوه قلبي بطريقة ما تتخيلوهاش. ولا فكرت في شغل، ولا فكرت في التزامات، ولا فكرت في أي حاجة. الأغرب بقى من كده، أنا لما رضيت ولما من جوايا كده ربنا حس وشافني إن أنا راضي بقضاء الله وقدره، خلاص مفيش أي اعتراض. وأكيد كلنا كده أو في ناس كتيرة مننا كده، بس أنا طالع بحكي لكم أو بشارككم اللي حصل لي، بما إن إحنا بنتشارك جزء كبير من حياتنا مع بعض. فلقيت ربنا كده، عارفين إيه، أكن في طمأنينة كده عادي، أكنك أنت في فترة استراحة، وربنا هيأ لي الظروف ان انا اقدر اشتغل من البيت واخلص مكالمات شغلي الاساسيه من البيت اللي هو في شركه المقاولات. والهمني كمان ان في حاجات كانت جايه لي تصوير. الناس طبعا لما عرفت ان انا رجلي مكسوره او كده بداوا يفكروا معايا ان احنا ازاي نعمل فكره جوه البيت نرضى بحياتنا ونرضى بأي حاجة تحصل فيها. ودي رسالتي من الفيديو دي، وحابب أشكركم تاني على كل حد بعت لي رسالة، كل أخ أو أخت أو أم أو أب أو أي حد. أنا شفت كمية حب بجد تكفيني كتير جدا.